السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد مشاهدي مستمعي قناة مقال اليوم. أول ظهور للمجرد بعد خروجه من السجن، وهذه رسالته للجمهور. تقاسم النجم المغربي سعد المجرد أول صوره برفقة عائلته الصغيرة بعد مغادرته أسوار السجن مساء أمس الخميس بفرنسا، وذلك عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام. ووجه الفنان المغربي رسالة شكر وامتنان من خلال الصور التي تقاسمها مع جمهوره، جاء فيها: الحمد لله عليها ساعة، بغيت نشكر كل من دعا لي في كربتي، اللهم فرج همومكم وكربكم وبدلها بالأفراح والطمأنينة، اللهم أمين. وأضاف: قريت دعواتكم وبكيت من كثرة الفرح، جزاكم الله خيرا، والله يغفر لنا ولكم ويعطيكم كل ما تمنيتوا ويجعلنا وياكم من الفائزين برضا الله ورضا الوالدين دنيا وآخرة. سامحوني على الحزن اللي عشتوه معايا، وحتى أنا كذلك بغيتكم تكونوا فرحانين حيت أنا وياكم عائلة وحدة. وتابع سعد المجرد قائلا: سبحان الله، في عيد الفطر ربي كتب لي نكون بين أهلي وحبابي وأعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب. أصدقائي الفنانين والفنانات والإعلاميين والصحفيين، جزاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد أتلجتم قلبي، لكم مني كل الحب والتقدير، ومتمنياتي لكم بالتوفيق في أعمالكم وفي حياتكم. مسك الختام، هذه الرسالة لأحبابي الفانز من كل بقاع العالم. أنا كنت في الماضي أحبكم، الآن أنا مغرم بكم، وقصة حبنا لن تنتهي أبدا مهما حصل. حفظكم الله وأهاليكم، ومتعكم بالصحة والعافية، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ودفع بها عنكم كل البلاء. وختم المجرد تدوينته بملاحظة أخيرة: كي يكون الأمر واضح للكل، أنا الآن حر بالسراح المؤقت، أدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة وأنجح في هذا الاختبار الإلهي. اللهم قوي إيماننا وصبرنا مهما كانت الظروف. الأخبار الزوينة هي أنني أعلن الآن رسميا عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي. أش خبارك؟ هو 4 ماي بإذن الله. ألحان وكلمات وتوزيع ميكس ماستر أخي وعشيري وحبيبي جلال الحمداوي. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.